سؤال جميل قوي. مريضة سألته لي النهاردة، هو الذئبة اللي عندي يا دكتور في الدم ولا في المفاصل ولا موجودة فين؟ فالنهاردة هتكلم على تأثير الذئبة الحمراء على مكونات الدم، سواء كانت كرات الدم الحمراء أو كرات الدم البيضاء أو الصفائح الدموية. النهاردة هنتكلم على الذئبة وصورة الدم. أهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. طبعا الذئبة زي ما قلنا زمان منها نوعين، نوع جلدي ونوع جهازي. جهازي يعني مؤثر على أجهزة الجسم، ومن أهم الأجهزة اللي ممكن الذئبة الحمراء تؤثر عليها هي كرات الدم، سواء كانت حمراء أو كانت بيضة أو كانت صفائح دموية. إزاي؟ أولا كرات الدم الحمراء ممكن جدا الذئبة تهاجم كرات الدم الحمراء وتؤدي إلى تكسيرها، وبالتالي يبقى في أنيميا، تكسير في الدم. لها علامات واضحة جدا، منها نقص الهيموجلوبين ومنها نقص الام سي في، بالإضافة إلى ارتفاع الكريات اللي بنسميها ريتيكولوسيتيك كاونت، وممكن الصفرة كمان تعلى. وممكن كمان الذئبة تعمل أنيميا بطريقة تانية، عن طريق أنيميا المرض المزمن، إنها تؤدي إلى هجوم جهاز المناعة على النخاع العظمي، وبالتالي ما يكونش كرات دم حمراء. وفي الحالة دي ممكن نلاقي إن الام سي في طبيعي أو نلاقيه واطي. الطريقة الثالثة وهي أنيميا نقص الحديد. المريضة بتاعت الذئبة ما بتاكلش كويس، لأن المريضة بتاعت الذئبة بتاخد دواء سيولة أو بتنزف من أي مكان، وبالتالي يحصل أنيميا نقص حديد. 2 كرات الدم البيضاء. طبعا أشهر حاجة نقص كرات الدم البيضاء، يعني نلاقيها تحت كام يا دكتور حسام؟ 4000 لغاية 3000 كمان ممكن تبقى مقبولة. لكن لازم تبقوا عارفين نوع كرات الدم البيضاء اللي بيقل، وهو الليمفوسايتس أو كرات الدم الليمفاوية. مش أي نوع كرات دم بيضاء هو اللي بيقل، لا ده دايما كرات الدم الليمفاوية. الصفائح، ودي قصتها قصة بقى. كتير قوي من المرضى بيبدأ معاهم في الطفولة الذئبة الحمراء عن طريق تكسير الصفائح، وتتشخص لفترة طويلة جدا على انها تكسير صفائح دموية غير معلوم المصدر، وهي بداية الذئبة الحمراء. ودي بتعمل نقص في عدد الصفائح، ممكن تؤدي طبعا إلى نزيف إذا وصلت ل20,000، لكن ممكن كمان تعمل طفح جلدي مميز جدا عامل زي قرص الناموس على الرجلين والإيدين، بنسميه بيربرا. وبالتالي مهم جدا إن احنا في كل متابعة لمريض الذئبة نعمل صورة دم كاملة. طب لو لقينا كله ناقص، دي بالنسبة لنا لازم تدرس كويس. ليه؟ لأنه ممكن يكون المرض نفسه هو اللي عامل الكلام ده عن طريق نشاط شديد أثر على النخاع العظمي وخلاه ما يكونش أي حاجة من الثلاثة، أو إن في دواء من الأدوية اللي إحنا بنستخدمها للعلاج بدأ كآثار جانبية يأثر على مكونات النخاع العظمي، أو إن في حاجة بدأت تحصل اسمها ماكروفيج اكتيفيشن سندروم، إن فجأة إن كرات الدم البيضاء بدأت تتجنن وبدأت تاكل في أنواع كرات الدم الأخرى باستمرار. وبالتالي مهم جدا 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 أي أعراض تظهر جديدة لازم نرجع للدكتور المعالج. صورة الدم الكاملة مهمة جدا لدكتور الروماتيزم والمناعة في متابعة الذئبة الحمراء، وعشان كده لو حتى طفل صغير عنده أي حاجة من الحاجات دي لازم دكتور أمراض الدم بيطلب تحاليل المناعة، وإذا شك إن في ذئبة حمراء ولا حاجة بيبقى في تعاون ساعتها بين دكتور أمراض الدم ودكتور الروماتيزم. ودمتم سالمين.